خربت الدنيا. لك من تحت الدلف لتحت المزراب، كل يوم أسوأ من يلي قبله. الكهرباء ما عاد عم تجي، رواتب ما عم بيدفعوا، وبعدين وآخرتها هلأ هدول من طرف تاني في عنا جماعة تبع يلي حرروا هن اللي بيحكموا. ايه، إسلامية بدنا نساويها، انتو ما دخلكم. يلي حرروا هن يلي حاربوا، مو اللي طلعوا مظاهرات بالأول، ولا المعتقلين السياسيين، ولا العالم اللي ماتت بالسجون، بس اللي حاربوا. يعني ما بعرف شو بدي أحكي. وكمان عنا جماعة تبع إنه ما تحكوا شيء بلا نقد، هلا خلوني يعرفوا يبنوا. عم بيشتغلوا الجماعة. طبعا جماعة من تحت الدلف لتحت المزراب، يعني ما رح أقول كلهم، بس هدول غالبيتهم هن فعليا اللي كانوا مستفيدين من النظام السابق وعم بيترحموا على أيامه. الله يرحمك، يرحم أيامك يا بيشو. طبعا في ناس كمان يلي عندهم كتير خوف من الإسلاميين إنه رح يقلبوا لنا إياها أفغانستان، كمان عندهم نفس النظرية هي، إنه من تحت الدلف لتحت المزراب. بس لا البلد رايحة باتجاه أفغانستان، في شغلات أسوأ شوي من قبل. إيه، الكهرباء طبعا أسوأ، لأنه في محلات كانت مدللة ما تنقطع منها الكهرباء، في محلات نص مدللة كانت تجي كهرباء عندهم ساعتين وتنقطع 4، وفي محلات كانت تجيهم نص ساعة كل يومين. أهلي عايشين بوحدة من المناطق المدللة كانت، وهن اللي عم بيقولوا، أهلي مو أنا، إنه صار في عدل هلأ، إنه إيه ما عم نلحق نعمل شيء بالكهرباء اللي عم تجي، بس صارت عدل. الكهرباء، الطاقة الإنتاجية لسوريا قبل الثورة كانت بحدود 8 جيجا وات، أقل شوي أكثر شوي، ماني أتذكر الرقم بالضبط. جيجا وات. الطاقة الإنتاجية هلأ 840 ميجا وات، تقريبا العشر. مين اللي خرب كل محطات الطاقة؟ الثوار اللي كانوا عم بيضربوا على محطات الطاقة، ولا النظام اللي كان عم يقصف أي شيء بيوقع تحت سيطرة الثوار؟ يعني بدنا نكون واقعيين. بدها تاخد وقت لحتى ترجع تزبط الكهرباء، هي ما بسرعة رح تصير. يلي مزعوج لأنه كان بمنطقة مدللة، فكر بالناس اللي ما كانت عم تجيهم غير نص ساعة كل يومين. فكروا بالناس يلي لساتهم عايشين بالمخيمات، ناطرين يقدروا يرجعوا على البلد، ما معهم مصروف يرجعوا على سوريا، غير انه بدهم يرجعوا على بنايات مخربة على الأرض، بدهم يحطوا خيام فوق البيوت تبعهم ليقدروا يعيشوا فيها. وبالنسبة لجماعة يلي حرر هو اللي بيحكم، ما تحكوا
ما دخلكم، مو انتوا اللي حررتوا. بحب لكم وقت طلعنا مظاهرات بالثورة، المظاهرات أول ما طلعت كانت عم تطالب بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين. نحن طلعنا ثورة مشان نحكي، لأنه حقنا نحكي. وقت حدا عم ينتقد شي غلط عم بيصير، لأنه الغلط ما بيصير يكبر. بدنا نحكي. صار لنا من ال 58 من وقت الوحدة ما حدا بيسترجي يفتح تمه، لأنه هي شغلة فروعة الأمن. مين ما فتح تمه بيسحبوه الشباب دغري. من ال 58 ما حدا يضحك عليكم ويقولكم من ال70 من وقت ما استلم حافظ. لا، من وقت الوحدة. هيدا اللي كسبناه من الوحدة. نظام المخابرات، عبد الحميد السراج، حموي، ما كان علوي. هو اللي أسس لمدرسة المخابرات بسوريا، عبد الحميد السراج. أثناء الوحدة معية عبد الناصر، أول الدكتاتورية العرب. بدنا نحكي وبدنا ننتقد. الشباب عم يشتغلوا يعطيهم العافية. ايه طبعا الشباب عم يشتغلوا يعطيهم العافية، بس عم بيخبصوا كمان، عم بيخبصوا. ما رح نسكت. ليش بدنا نسكت؟ مين اللي بده يسكتنا أصلا؟ بدكم تفتحوا فروع الأمن من أول وجديد؟ تاخدونا على صيدناية مرة تانية؟ سوريا حرة. سوريا دولة مواطنة وعدالة للجميع بدون استثناء. سلام.